اخوان الفينا، انا يعني شوبير لما طلع في القناه عندهم وقال لك انا شامم ريحه شياط، شامم ريحه شياط في، يعني انا شاممها دلوقتي بس شاممها منكم وعتمت، والله عتمت، يعني خلاص احنا مش قادرين ناخد نفسنا من كتر الشياط. انت مالك يا ابني؟ جيبه بمليون 800 مليون 900، جيبه ان شاء الله ب 3 مليون، انت مالك؟ وانت بتدفع لي من جيبك؟ ده اولا. ثانيا، صفقه رمضان اللي انت رحت جبتها وما كنتش قادر تجيبها في الشتاء وكانت واقفه معاك على 300,000 دولار، جبت الفلوس منين؟ في ثواني كده رحت جايبه. ده غير بقى فلوس كولر اللي اتدفعت وقلت من تحت لتحت ادينا له 3 شهور وده ما حصلش. وغير صفقه رضا سليم اللي انت موديه للجيش الملكي ببلاش وانت كنت جايبه مليون و200 الف دولار، ده غير راتبه. غير صفقه كمان برونو سافيو اللي جه ومشي في 6 شهور وما لعبش ما لعبش غير 3 4 ماتشات ودفعت فيه مبلغ كبير وخد الفلوس. واخرهم موديست اللي خد مبلغ قد كده 2 مليون ولا مش عارف 2 مليون ونص دولار وبرضه ما عملش حاجه. فحد قال لك من اين لك هذا؟ هتقول لي من اين لك هذا؟ هتقول لي ده انا باخد مش عارف 7 مليون هنا يا ابني انت بتدفع الاثنين مدربين 450 الف دولار كنت بتدفع لهم راتب في نفس الشهر، ده غير رواتب لعيبتك الاجانب، وغير الجهاز الفني اللي بياخد مليون بياخد 135 الف دولار في الشهر. انا الجهاز الفني كله اجنبي ما بياخدش غير 50 الف دولار. ما دي فروقات يا حبيبي، محدش بيسالك، محدش بيقول لك انت بتعمل ايه وما بتعملش ايه. وبتقول لو حد سالك وزنقك شأن داخلي، احنا بنقول لك شأن داخلي، احنا عندنا محبين دفعوا الصفقه، انت مالك؟ اللي يهمني في الصفقه ان هو هيدفع، يعني اللاعب راتبه هيبقى 300 الف دولار، 300 الف دولار، مش مليون و200 الف دولار ولا مليون 350 الف دولار لده. والزيزو 120 مليون ولا 130 مليون، وتريزيجيه اللي بياخد له 80 مليون، وبن شرقي اللي بياخد له 90 مليون، وامام اللي عايز نفسه، واللي ديانج طالب مليون ونص دولار. يا دي انت بتتكلم في بص اتلاقي على عينك واسكت، اسكت.